الى قريه ودك شكرا الله ووعينا وياكم ان شاء الله. عود القصيد. كابتن خالد. مريحين ماشي ولا نوقف؟ شوي تعال في الشيء شوي. انزل الا اذا انك برد. الحين ذكرني نزلت بالعدة كيس ذا فيصير الظهر والاكتاف ما عليهم ضغط. الحمولة كلها هنا، حتى لو جاي يريح الآن أبو فيصل ويفك الأحزمة هذه اللي هنا حتلاقي إنه الوزن محمل على فين؟ على الوسط. ادوني شنطة ثانية. ما في بندق. كيف يصيدون؟ سبحان الله هذا يؤخذ ويجمع في الفم، يعني يطلع من القشره حقته. لو في حبه كذا كان يعني مارسناها على الطبيعه، تطلع من الحبه يجمعونها في الفم مجموعه كذا، ثم ياخذون من العلف هذا واحده طويله. هذه الحبه نسميها حشيشه. حشيش هذا العلف يستفاد منه وشيء حلال، ثم يمررها في فمه. سبحان الله هذه تمسك فيها زي الغرة، ثم اي مكان في تجمع مويه يحطها. اي طائر من الحمام وتحت يصيد فيها، لانه اول ما يجي يتحرك تتحرك هذه لانها خفيفه تمسك الجناحين، خلاص انتهى. هذه صيد. هذه كانت وسيله صيد زمان. هذه نسميها النساب. الله يتبارك. هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه يجي فيها اللبان. هذا اللبان لما تنجرح يطلع منها اللبان. اللبان هذا يعني يجلس معك ممكن شهر، يستخدمونه وبعدين يرجع يحطه في مويه بارده ويرجع يتجمع. يرجع الانسان ياخذ. هذا يؤخذ منها اللبان الضرب. هذه الشجره ريحته كيف للبخور يا ابو؟ ريحته رائعه جدا. البخور نعم جدا رائع. اهم شيء انه ما تودي الرجل حتى الرجل الثاني ناخذ طرقه. ما شاء الله عليك يا ابو ما فيها ادوات يستخدمها، لا ادوات لا كمبريشر ولا هزاز ولا هيلفي ولا دي ولا دي. كانت بالفاقوش والفرس اللي هو قطعه حديد من تحت مسننه ومن فوق لها زي الموقع الضرب الطرق زي المسمار، وتنحط وتضرب. يعني ممكن تجلس 3-4 ايام عشان تطلع هذا فراس والفرس نسميها. ايش رايك ابو عبد الله في قريه ود؟ والله مكان قمه الروعه، مكان اثري جميل، الطبيعه البكر، يعني قلما تجد مثلها في مناطق من المملكه السعوديه. مكان جميل جدا، يستاهل اهتمام، يستاهل تطوير ومحافظه عليه، يستاهل انه يكون مكان سياحي اكثر من كذا. يعني هذا الهايكنج الاحترافي الاول، ورحاله من مختلف مناطق المملكه ذهلوا بما شاهدوا وما شافوا وانبسطوا صراحه. يعني ما اتوقع انه يكون في يوم من الايام مكان عندنا في المملكه العربيه السعوديه بهذا الامكانيات، بهذا التراث، بهذا الجمال. ولكن نقول باذن الله القادم اجمل ويكون فيه اهتمام اكبر باذن واحد احد. الله يعطيك العافيه ابو عبد الله. مشيت بها اليوم لا استطاع ربطت اللي قدامي قبل ما يبني يروح ماشي واحد لا والله 3 ايام يوم قبلها بالتكاسه والله جيت اليوم لا لا بين طيب واحد طيب لكن دقيقه ابو حسن ايش رايك في الرحله؟ ممتعة يعني تستاهل التعب ولا؟ أول مرة تجيها؟ أول مرة فعلا، أول مرة، ولكن ما راح تكون الأخير إن شاء الله. إن شاء الله ما راح تكون الأخير. رحلة ممتعة صراحة. الله يعطيك العافية. تعبت شيء؟ ما في تعب، المكان بسيط يعني. طريق سهل. ما في صعوبة. طريق سهل. يمكن حول الساعة مشي تقريبا أو أكثر، ساعة ونص. ممكن ساعة. مشي على خفيف يعني. مع الاستمتاع. مع الاستراحات والتصوير وكذا. الله يعطيك العافية. على البحر القصيدة والشعر مثل البحر والبحر ما له نهاية. يا